يا صباح الجمال على الليمون الجميل دوت. شايفين الجميل ده؟ انا عملته وما رضيتش يعني اصور ولا انزله الا لما اوريكم الليمون بعد كمان ما استخدمته اهو. شايفين البرطمان بقى ناقص ازاي؟ عايزه اوريكم شكل الليمون بقى عامل ازاي وانا مطلعاه. والله يا جماعه احلى طريقه واحلى جمال في جمال الليمون دوت. شايفين منظر الليمون؟ شايفين اللون؟ حقيقي جميل جدا جدا. انا جربته وعملته وقلت لازم اجربه. بعد ما اجربه لو لقيته كويس معايا هنزل لكم الطريقه بتاعته. شايفين شكله جميل ازاي؟ روعة روعة روعة. هوريكم دلوقتي واحدة اهو، افتحها لكم اهو. طري وجميل وواخد من الخلطة، والليمونة زي ما انتم شايفينها معصفر وجميل. طب احنا عملناه ازاي؟ هنشوف دلوقتي الطريقة اللي احنا عملناه بيها ازاي، وهنمشي مع بعض واحدة واحدة. احنا دلوقتي الليمون عندنا رخيص قوي قوي، يعني بيتباع، في ناس بتبيع الكيلو ب10 جنيه وفي ناس بتبيع الكيلو ونص ب10 جنيه. ادي الليمون اهو، شايفين شكله؟ طبعا انا في هنا مقطع حسب الحقيقه، بس سهل جدا المقطع ده. اللي انت بتجيبي الليمون بتغسليه كويس قوي قوي، وبعد ما بتغسليه بتشقي الليمونه كده على 4. بس اهم حاجه ما تقطعهاش من تحت، يعني بتخلي الليمون متصل، الليمونه متصله. بتشقيها بس على 4 من فوق بس، زي ما انتم شايفين شكل الليمونه مشقوق ازاي على 4. وبعد ما غسلناه حطيناه في الميه اللي بتغلي، ونسيبوه في الميه اللي بتغلي لحد ما يطرى معاكي، ياخد يعني بحيث ان هو يكون بعد اسبوع بالظبط تقدري تاكلي منه. شايفين انا مطلعاه ابتدى هو يستوى معايا طبعا مع البخار هنا جاي على الكاميرا. الليمون خد اكتر من فورة على النار. طبعا انا حطيته يغلي كتير علشان خاطر الليمونه تكون يعني اسبوع وتكون استوت معايا بالظبط كده. شايفين شكل الليمون عامل ازاي؟ مستويه خالص خالص. انا طبعا باخدها من الميه السخنه، وبعد ما باخدها من الميه السخنه لازم ابردها كويس قوي علشان خاطر ما تكملش تسويه مع سخن مع الحراره اللي بتبقى داخل الليمونه. هو كده خلاص مظبوطه معايا الليمونه. لو انت حابه تطلعيها اقل من كده في السوا تقدري تطلعيها، بس هتاخد معاكي وقت في السوا، يعني مش هتقدري تاكليه على طول. انما لما بيستوي معاكي بالمنظر دوت، لا بعد اسبوع او 2 بتاكلي منه احلى ليمون. خلاص انا كده صفيت الليمون كله زي ما انتم شايفين كده، خدته من الميه السخنه. هبتدي افتح عليه الميه البارده وابرده خالص من السخونيه بتاعته. ده منظر الليمون وهو كان بيغلي. طبعا انا لما بيكون بيغلي على النار لازم اقلبه من تحت لفوق كده، واجيب اللي من تحت من فوق وافضل اقلب فيه طالع نازل كده علشان خاطر الليمونه اللي مش محصله ميه لا تستوي، واللي من تحت تستوي زي اللي من فوق. فلازم ابقى رايحه جايه كده زي ما انتم شايفين، افضل رايحه جايه على انه يبقى مستوي من تحت ومن فوق. هنشوف بقى الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنعملها للليمون. معايا زي ما انتم شايفين اهو. معايا انا جبت الفلفل الاحمر وطحنته في الكب، وطحنت معاهم فصين من الثوم. والثوم ده اختياري، تقدري تحطيه وتقدري لا، بس هو بيخلي طعم المملحات معاكي جميل جدا. بعد ما طحنت الفلفل الاحمر في الكبه زي ما انتم شايفين، جبت معايا هنا العصفر، جبت معايا شويه من حبه البركه، وهناخد دلوقتي شويه من هريسه الشطه اللي احنا عاملينها او الفلفل اللي احنا طحنينه في الكبه. بس عايزه اقول لكم على حاجه بخصوص حبه البركه. ما تحاولوش تزودوا فيها، لان حبه البركه بتخلي لون الليمون يسود، وبتبقى يعني شكلها لما بتزيد بتبقى شكلها مش حلو مع الليمون. فخلي دايما حبه البركه كميه قليله، ما تزوديش في حبه البركه. تقدري تزودي في العصفر. العصفر بيخلي الليمون حلو جدا. انا هنا بحط كميه من الكركم زي ما انتم شايفين اهو كركم. الكركم ده يا جماعة بيخلي لون الليمون ذهبي، ولونه زي الزعفران كده جميل جدا جدا، بيبقى لونه اصفر جميل. يعني بيخلي لون الليمون حلو قوي معاكي. زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو كان لون الليمون حلو قوي. ده طبعا الفلفل الاحمر اللي انا طحنته في الكبة. تطحنيه عادي خالص، لو تقدري تجيبي فلفل احمر جاهز على طول لو ما عندكيش غريزة شطة، وتعملي زي ما انا عملت كده، طحنتها في الكبة وحطيت معاها فصين من الثوم ومعلقتين خل. تمام. هبتدي انا احط بردك كميه من الملح. هنا الملح انت بتقدري تظبطيه حسب كميه الليمون اللي عندك. ماشي. انا حطيت كده شويه زيت، وهبتدي بردك احط بعد كده حوالي كوبايه ميه عشان خاطر بس ادوب الحاجه دي. انا مش هحط اكتر من كوبايه ميه على الخليط ده. ببتدي اقلبه كده كويس قوي في بعضه، وحطيت بردك الملح.
حسيت ان هرسة الشطة قليلة، ببتدي ازود من هرسة الشطة. طبعا لازم لما تيجي تعملي هرسة الشطة تكوني لابسة جوانتي، لان الفلفل الحامي بيفضل ماسك في الايد، يعني بيفضل الايد طول اليوم حامية، وايدك كده تحسيها ان انت مش قادرة تستحملي الشطة فيها، فلازم تلبسي جوانتي في ايدك. خلاص كده انا دوبت كل حاجة زي ما انتم شايفين اهو. حطيت الملح والعصفر، وحبيت البركة والكركم والملح والشطة اللي انا عايزة احطها، وهرسة الشطة. تمام، وبتدي اقلبها كده كويس اوي. احط بقى كمية ملح، طبعا انا بحب الملح، طبعا انا يعني بحط الملح ببقى عارفة المعيار بتاعي اللي هحطه قد ايه. تمام، وتقدري برضك انت تدوقي الخليط بتاعك هل هو مظبوط ملح ولا لا. طب اعرف من فين تخلي الملح زياده، تحس ان هو مالح ملح زياده؟ يعني انت لو خدتي كده شويه كده بطرف ايدك ولقيتيه ملح، لا انا عايزه الملح يكون زياده، في الحاله دي بيكون هو اتظبط معاكي. حطيت معلقه هريسه شطه تاني لحد ما احس ان الخليط كده معايا بقى مظبوط من كل حاجه. زي ما انتم شايفين اهو، كده خلاص معايا الخليط بقى معايا جاهز. تقدري تزودي برضه كريس الشطة، ده حسب ده اختياري وحسب ما انتي حابة. يعني تقدري تكتري تقدري تقللي زي ما انتي عايزة. شايفين المنظر الجميل ده؟ عايزة اقول لكم يا جماعة الكركم بيدي لون حلو جدا جدا لليمون، ودي تكة محدش يعرفها وبيبقى حلو جدا جدا. ادي الليمون جبناه معانا اهو. شايفين ان الخلطة دي هنبتدي نحطها على الليمون. انا مش هحطها كلها، انا هحط جزء على الليمون، والجزء التاني كده هبقى احطه جوه البرطمان. ببتدي كده اخلط الليمون كويس قوي قوي بالخليط دوت. شايفين طبعا الليمون بعد ما برد خلاص انا غسلته من الميه، وغسلته كويس قوي عشان خاطر السخونيه بتاعه الليمون تبتدي يعني تنزل منه، عشان خاطر ما يستويش، ما يبقاش معايا مهري او الميه السخنه او تاثر فيه. تمام. هلبس بس الجلافز في ايدي عشان اقدر اخلط الخليط ده كويس قوي علشان خاطر الشطه. وهبتدي اقلب بقى كويس قوي كده الليمون من تحت ومن فوق بقى اهو، لبست الجلافز في ايدي. ببتدي اقلب من تحت ومن فوق عشان احس ان الليمون كله دخل فيه الخليط الجميل ده. الليمون ده يا جماعه مش بيتحط له اي ميه، هي كوبايه الميه اللي اتحطت بس اللي انا حطيتها في الخليط ده علشان خاطر ادوب بس الليمون. هخلي بس جزء كده للبرطمان والجزء التاني كده زي ما انتوا شايفين. بصراحة المنظر جميل جدا جدا. الليمونة اصلا يعني اسبوع كده وتبتدي تاكلي منه. انا بالظبط احنا طلعناه بعد اسبوعين بالظبط كان زي الفل. هبتدي بقى احط كمية من الملح على الليمون وابتدي اقلب كويس قوي. انا بحط ملح ناعم. شايفين الشكل؟ طبعا اللون الذهبي دوت من الكركم بيخلي شكل الليمون حلو قوي. تمام. هبتدي بقى اكون مجهزه البرطمان بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وابتدي احط بقى الليمون كده وارصه في البرطمان. الايام دي الليمون رخيص، واحسن فترة تخزين الليمون تقدري تخزني الليمون في الايام دي، لان بجد بصراحة يعني بيجي علينا اوقات بنبقى محتاجين ليمون، مش بنلاقي ليمون خالص خالص يعني او موجود، بس السعر بتاعه بيكون غالي قوي قوي. يعني ممكن احيانا بتوصل الليمونة الواحدة ل5 جنيه. ف يعني النهارده كيلو الليمون ب10، وفي ناس بتبيعه كيلو ونص ب10، وفي ناس بتبيعه ب8. يعني هي اسعار متفاوتة بين كل واحد والتاني، بس هي دي احسن فترة واحسن ايام تقدري تخزني فيها الليمون، او تعملي ليمون معصفر وتشيليه بيقعد من السنة للسنة. انا حطيت الليمون اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا لسه تحسي برضك ان البرطمان لسه فيه بخار الليمون لسه فيه بخار من السخونيه بتاعته، لان طبعا احنا عملناه على طول. بدأنا نرص الليمون بتاعنا في قلب البرطمان، وبقيه الخليط دوت انا هحطه برضك على وش الليمون. بس انا مش بزود اي حاجه تاني خالص معايا، خلاص هي الكميه دي وبس. بصي دوت الجمال دوت اللي نزل من الليمون ده هحطه جوه البرطمان مع بقيه الخليط اللي احنا سيبناه شويه اللي احنا سيبناه.
ومش هتحطي اي حاجه تاني. يعني الليمون ده بيستوى بالطريقه دي، ما بيتحطلوش ولا ميه ولا اي حاجه، بيستوي منه فيه، لان الليمون هينزل ميه اصلا منه. تمام. وهتاكلي احلى ليمون، هيكون مزبت وطعمه في منتهى الجمال. اهم حاجه كده ترصيه، تقدري تحطي معاه فلفل لو انت حابه تحطي معاه فلفل اخضر، تقدري ترصي معاه فلفل اخضر، بيبقى معاكي بردك الفلفل طعمه معصفر وحلو جدا. في الحقيقه انا كان وقتها ما عنديش الفلفل الاخضر عشان ارصه، فانا اكتفيت كده بالهريسه الشطه الحمراء اللي هي موجوده فيه. ببتدي احط كل كميه الليمون بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو، البرطمان معايا اهو زي ما انتم شايفين. انا دوت يعني كان خلاص احنا استخدمناه بقى وابتدينا ناكل منه. عايزه اوريكم بقى لما فتحت عليه واكلنا منه كان شكله عامل ازاي. شايفين يا جماعه مستوي، ما اقولكمش زي الزبده. شايفين شكله استوى منه فيه يعني. بس بقى ايه، من وقت للتاني كده، يعني مثلا ايه كل كام يوم تقلبي فيه، تخلي البرطمان ايه كده ايه، تحاولي تركيه بمعنى صح، كانك بتركي البرطمان بحيث ان او تقلبيه كده، هو تحس العصاره اللي من تحت تبقى من فوق على وش الليمون من وقت للتاني. بص شايفين منظر الليمونه، شايفين انا لما فتحتها بص عامله ازاي، حقيقي جميل جدا جدا. اتمنى يا رب تجربوه، هيعجبكم. تقدروا تجربوه في كمية قليلة، وتقدروا تجربوه في كمية بسيطة. ما تنسوش الاشتراك واللايك ونفعل الجرس.